النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الشخصيات الغامضة في تاريخ مصر، الملكة الجميلة نفرتيتي. الست دي ما كانتش مجرد زوجة فرعون عادي، لا، دي كانت شريكة في الحكم وقوة سياسية ودينية ضخمة، ولسه لحد النهاردة موضوع اختفائها بيحير علماء الآثار والمؤرخين. نفرتيتي اتولدت تقريبا سنة 1370 قبل الميلاد، واللي نعرفه عنها مش كتير. في ناس بتقول إنها بنت وده واحد من أهم مستشارين البلاط الملكي واللي مسك الحكم بعدين لفترة قصيرة، وفي ناس تانية شايفة ان اصلها مش ملكي اصلا، ويمكن حتى جاية من خارج مصر، وفي نظرية بتقول انها سورية الاصل، وده بيخلي موضوعها محاط بالغموض من اول لحظة. بس اللي احنا متأكدين منه انها اتجوزت الفرعون اخناتون، واللي كان اسمه في الاول امنحتب الرابع. الراجل ده عمل ثورة دينية ضخمة قلب الدنيا كلها، بدل ما يعبدوا مجموعة الآلهة اللي المصريين متعودين عليها، ركز عبادته على إله واحد بس، آتون. وهنا نفرتيتي دخلت الصورة، وما كانتش مجرد زوجة قاعدة في القصر، وظهرت في النقوش جنب جوزها وهو بيقدم القرابين، وظهرت وهي بتضرب الأعداء، وده مشهد عادة بيكون للملوك بس. يعني باختصار كانت مشاركة في الحكم بشكل واضح. ولو بصيت على التماثيل والرسومات من عصرهم هتلاقي ان نفرتيتي اتصورت اكتر من اي ملكة تانية تقريبا. تمثالها النصف اللي موجود في برلين دلوقتي بقى رمز عالمي للجمال، بس التمثال ده نفسه بيحمل غموض كبير، في علامات انه ما كانش مجرد قطعة فنية، وانه كان نموذج للورش عشان ينقلوا منه الصورة الرسمية. لكن الاغرب هو اختفاء نفرتيتي المفاجئ فجأة كده بعد حوالي 12 سنة من حكم اخناتون، اختفت من السجلات. وفي كذا نظرية. اول نظرية بتقول انها ماتت فجأة، ويمكن بسبب مرض الطاعون اللي كان منتشر جدا في مصر وقتها. اما النظرية التانية بتقول بالعكس، لا، ما ماتتش، دي خدت مكان اخناتون بعد ما ضعف نفوذه او حتى بعد موته. اما النظرية التالتة بتقول انها وقعت في صراع سياسي، يمكن مع الكهنة او حتى مع جوزها اخناتون نفسه، خصوصا ان اخناتون في اخر سنين حكمه كان بدأ يضعف، والبلد كلها بقت في حالة فوضى. ممكن تكون نفرتيتي وقفت ضد سياساته او حاولت تنقذ الحكم، فتم اقصائها ومحوها من السجلات. في كمان لغز متعلق بالمقبرة، لحد النهاردة مفيش مقبرة مؤكدة لنفرتيتي. في 2015 في عالم اسمه نيكولاس ريفز قال انه اكتشف ادلة ان مقبرة نفرتيتي موجودة ورا جدران مقبرة توت عنخ آمون، ودي كانت ضجة كبيرة، لان لو ده صحيح يبقى نفرتيتي اتحطت في مكان سري جنب حفيدها، وممكن ده يفسر ليه اثارها قليلة. وفي بعض الادلة بتقول انها فعلا كانت عايشة بعد اخناتون بسنين. في ادلة في معبد الكرنك بتذكرها بلقب الحاكم القوي، وده لقب عادة خاص بالملوك مش الملكات. يعني اختفاء نفرتيتي مش بالبساطة دي، لا، الموضوع لغز تاريخي مفتوح. نفرتيتي ماتت بالطاعون، ولا بقت فرعون، ولا اتشالت من الحكم بالقوة؟ لسه محدش عارف لحد دلوقتي. اللي نعرفه اكيد ان نفرتيتي كانت ايقونة مش بس للجمال لكن للقوة والنفوذ، ولو اختفت فعلا فجأة فده معناه ان في سر كبير ورا الكواليس لسه ما وصلناش ليه لحد النهاردة. والحقيقة ان لغزها ده هو اللي خلى اسمها لسه عايش لحد دلوقتي. الملكة اللي ظهرت قوية في النقوش وبعدين اتبخرت من التاريخ من غير ما نعرف ازاي، ويمكن ده بالذات اللي خلى قصة نفرتيتي تبقى واحدة من اكتر القصص المثيرة في التاريخ الفرعوني.